أكلات لتحسين خشونة الركبة. خشونة الركبة بتحصل مع تقدم العمر، لكن ممكن تحصل في الشباب بسبب زيادة الوزن أو قلة الحركة أو ممارسة التمارين الرياضية بطريقة الخاطئة. والأكل الصحي دايما بيكون له دور في تقليل الالتهابات وإعادة تكوين الغضاريف والعظام. أول حاجة الرز البني والمكسرات، لأنهم مصدر لحمض الهيالورونيك اللي بيساعد في إعادة بناء الغضاريف. تاني حاجة الرمان والفراولة والتوت، وأي مصدر لفيتامين سي لأنه له دور في تكوين الكولاجين اللي بتتكون منه الغضاريف. تالت حاجة البقول زي الحمص والعدس والفاصوليا، ودول لهم دور كبير في تكوين بروتين الكولاجين. رابع حاجة الكركم والجنزبيل والشاي الأخضر، لأنهم بيحتووا على مضادات الالتهابات اللي بتساعد في تقليل آلام الركبة، والبوليفينول اللي بيساعد في إعادة تكوين الغضاريف. رابع حاجة الأوراق الخضراء، لأنها بتحتوي على فيتامين كي اللي ليه دور في تكوين العظام والغضاريف. خامس حاجة الأسماك الدهنية وأي مصدر للأوميجا 3، لأنها بتقلل آلام المفاصل وبتساعد في ترميم غضروف الركبة.